كابتن كرم، ألف مبروك فوزك بالميدالية البرونزية لبطولة العالم للرواد في المصارعة في كرواتيا. إحساس بالنسبة لنا إحنا كجمهور إحساس جميل، بس نحب نعرف إيه إحساسك أنت بالفوز للسنة التانية على التوالي. اولا الله يبارك فيكم، وانا اللي بشكركم جدا وبشكر جمهوري الجميل اللي متابعني على طول وعطيني باشن جميل جدا مخليني ان انا افضل افايت طول العمر. احساسي بالميداليه السنه دي اقوى من احساسي السنه اللي فاتت، مع ان السنه اللي فاتت دي كانت اول مره العب البطوله فكنت مبسوط جدا، بس انبساطي السنه دي بان انا بفايت في نفس البطوله بأداء من الدول أعلى وأقوى وعدد مشتركين أكتر. إحساسي بيها قوي جدا، لأن الإحساس بيبقى قوي بالشقاء في الحاجة مش بأن أنت تفوز بالحاجة يعني. فإحساس الميدالية البرونزية بطعم الذهب. تمام. طب انا عايزه اسال حضرتك سؤال، انا عارفه الفرق لكن الجمهور ما يعرفوش. ايه الفرق بين رانك رقم 1 والفوز بالبطوله البرونزيه؟ دلوقتي في شقين في الرياضه. في شق بتاع البطوله ان انت تفوز بالميداليه ودي بينظمها دوري مجموعات، وفي الشق الثاني بتاع انت عدد ماتشاتك كسبت مين وكسبته قد ايه وخلصت ماتشات في قد ايه. ده اللي اسمه الرانك. الرانك ده بتجمع عدد البونات اللي انت كسبت بيها الماتشات كلها. انا اللهم لك الحمد والشكر الماتشات كلها كسبها عدم تكافؤ، والماتش الوحيد اللي خسرت فيه خاسر مش حركه كمان هو خطفها لي، لا انا خاسر بسبب انذار. اخدت انذار فاخدت بوينت، فتعادل انذار تاني واخد عليهم بوينت كمان، مش حركه اخدها. فالحمد لله رب العالمين انا يعني عامل عدد بونات 38 بونت في الوزن، وده كان رقم كويس جدا، ومخلص قصر واخد الحمد لله اسرع ماتش في البطوله. ده اخد 15 ثانيه. عملت ماتش اسرع ماتش في البطوله كان واخد 15 ثانيه، وده بكسر حاجز اللعبه ذات نفسها يعني. وزي ما قلنا ان ده دوري مجموعات بيفوز بيه ميداليات، سواء انت بتخسر من حد او بتكسبه، هي ملهاش دعوه بالرانك. الرانك هو عدد البوينت، يعني ممكن تخسر ماتشين ما تعملش ميداليه بس انت رانك تبقى اول، لان انت ممكن يبقى في ماتشين او 3 عاملهم توب سكور واللي واخد اول كسب الماتشات كلها، مثلا كسبها 2 بونت في 2-0 في الماتش الاولاني على 1-0 في الماتش الثاني، يعني ما كانش جمع مثلا 8 بوينت، وانت ممكن تكون لعبت ماتشين 3 مجمع فيهم 20 بوينت مثلا. فده الرانك. كابتن كرم جابر، السنه اللي فاتت لما الناس اتفاجئت بفوزك بالميداليه الذهبيه كان احنا عارفين ان الكابتن كرم جابر اعلن اعتزاله، ولكن اتفاجئنا ان هو بيشارك في بطولة العالم للرواد وكمان كسب الميدالية الذهبية. فممكن توضح لنا ايه الكونفليكت في الموضوع ده؟ هو الاعتزال ملهوش علاقة خالص بالرواد. انا اعتزلت اللعب احترافيا، اعتزلت عشان ما بلعبش احترافي زي بتوع المنتخب، فاعتزلت اللعبة نهائيا من الاحتراف، لكن هو ملهوش علاقة بالرواد. الرواد دي بطولة خارج منافسات الاحتراف اللي هي الاولمبيات والحاجات دي يعني؟ خارج الاولمبيات، خارج بطولات العالم المحترفين، تمام. خارج المنافسات بتاعه الاتحاد الدولي، وهي ليها منافسات تخص فوق السن 35. فاكتر اللي بيشتركوا فيها البطوله دي مدربين اعضاء الاتحاد، فهم بطلوا اللعب احترافيا ولكن عايزين يمارسوا اللعبه. فممارسه اللعبه الرواد تعني ان هي ملهاش دعوه بالاحتراف خالص. ملهاش صله بالاحتراف. انا فعلا اعتزلت اللعب احترافيا ولكن بلعب رواد، ودي ملهاش علاقه بدي خالص يعني. طب ايه يعني الفتره الاخيره بتاعه البطوله الاخيره دي كانت انا عارفه ان هي صعبه على كابتن كرم جابر، فليه ايه اكتر حاجه حسيت ان هي مضايقاك وانت بتجهز للبطوله دي؟ بصراحة أكتر حاجة كانت مضايقاني إن أنا ما كنتش
متوفر لي الوقت، عامل الوقت ما كانش متوفر لي قوي. جهزت في 45 يوم او شهر ونص كده. ومن اكتر حاجات كانت مضايقاني ان كانت الاجراءات كانت خلصت متاخر يعني، فده كان بيحمل على اللاعب عبء اكتر من العبء اللي عنده بتاع التدريب. ضغط عصبي يعني. ضغط عصبي جدا جدا يعني. فان شاء الله اللي جاي يبقى افضل وافضل من كده بكتير، ونأدي اداء افضل ونجهز من قبليها باذن الله بفتره ان شاء الله. ان شاء الله. طيب كابتن كرم، انا عايزه اسالك سؤال. انت سمعتك بتقول ان انت بتفكر تفضل تشارك باذن الله تعالى لمده 10 سنين. حصل. مجهز خطه بتاعتك ليك انت نفسك ازاي؟ ايه اللي بتفكر فيه لنفسك عشان تفضل مستمر؟ حلو السؤال ده. بطولة العالم الرواد دي هي بتخلي البني آدم مهما كان بطل لعب احترافيا، هو بيفضل شيب وعايز يبقى يمارس اللعبة بس بشكل يناسب سنه. مظبوط. خطتي في ال10 سنين اللي جايين، يعني انا خطتي ان انا العب البطولة دي لمدة 10 سنين، ربنا يدينا طولة العمر يعني، ان شاء الله، او على قد ما الواحد يعيش هو هيفضل يلعب البطولة دي. الخطة بتاعتي دي بكسر عامل السن عند البشرية. يعني ايه بكسر عامل السن؟ يعني السن مجرد رقم ملهوش دعوة انت سنك بقى 30 سنة لازم تبطل وتقعد في البيت، ولا تشتغل مدرب، ولا تمسك عضو، ولا تمسك رئيس اتحاد او تمسك منصب، ملهاش دعوة. اوكي. السن كل ما يكبر كل ما انت تمارس فيه رياضة كل ما بتبقى بني ادم ناجح. ودليل ان الحمد لله كل مرة بسيب اللعبة وارجع الحمد لله برجع اقوى من الاول. الحمد لله بفضل، دي حقيقة فعلا. فالحمد لله يعني التارجت بتاعي ان احنا نكسر عامل السن عند الناس، ونقول لهم مفيش حاجة اسمها سنك كبير او سنك صغير، لا، الرياضة ما بتتوقفش على سن، الرياضة all over the way طول ما انت عايش. اوكي. طب في بعد السؤال ده انا عارفه ان في حاجه جديده كابتن كرم جابر هيعملها. ينفع كابتن كرم يديها لنا حصري في ماكس مصر ويقول لنا عليها يعني ايه اللي جوه الكواليس كده؟ اللي جوه الكواليس، والله انا اعوذ بالله من كلمه، انا مجهز خطه اعداد لاخراج بطل اولمبي مصري. واو. شكرا. واو حقيقي. طيب كان في حاجات دايما كده اي بطل بيبقى عايز ينصح بيها الجنريشن الصغير اصغر منه، ولكن حضرتك اعتقد ان عندك نصيحتين تقدر تقدمهم لفئتين عمريتين مختلفتين. الفئه الشباب اللي هو دلوقتي بقى بييأس بسرعه وما بيقدرش يروح تمرينه وبيزهق وكذا، ورساله تانية للناس الاوفر ايج، ممكن تبعت لهم من خلالنا نصيحتين؟ طبعا اول نصيحه للناس اللي بتكمل رياضه او اللي مكمل رياضه او اللي لسه بيلعب رياضه، احب اقول لك ما تسيبش الرياضه نهائيا، لان دي امانه ربنا عطاها لك، امانه ربنا عطيها لك لازم تحافظ عليها. ربنا عطيلك امانه في جسمك لازم تحافظ عليها. جسمك شايل حاجات كتيره جدا ممكن الانسان ما يكونش عنده علم بيها، لكن هو الجسم السليم في العقل السليم زي ما بيقولوا، ده صح جدا. لازم تفضل تمارس رياضه حتى لو اخر يوم في عمرك، لان الرياضه هي اللي هتخليك دايما بتفكر كويس، وهتخليك بني ادم ناجح، هتخليك بتقاوم روحك لو ضعفت، بتقاوم نفسك لو ضعفت. هي الرياضة، الجسد هو الحاجة الوحيدة اللي بتقاوم كل الأعضاء بتاعة الجسم الخارجية والداخلية. طب بالنسبة بقى للناس الأوفر ايج اللي بقى يقول أنا خلاص أنا كبرت أنا هقعد في البيت، تحب توجه له اللي زي يعني زينا كلنا؟ النصيحة للناس اللي زي، مش هقول الاوفر ايج، يعني هقول ان انت ممكن تاخدني مثال، ماشي؟ مفيش حاجة اسمها سن في الرياضة. مارس الرياضة حتى اخر يوم في عمرك، سواء انت بتلعب رياضة
كنت بتلعب رياضه او ما بتلعبهاش. ممارسه الرياضه هتخليك انسان قوي وناجح وذكي، لان هي بتطرد الطاقه السلبيه، وبتقدر بيقدر العقل والجسم يستفيد بالطاقه الايجابيه. اللي احنا استفدناه من الاجيال الجديده دلوقتي بمعنى الاصح ان اللي يبطل رياضه لازم يرجع يمارس الرياضه نسبيا، مش هقول لك زي ما كنت بتمارسها، لا نسبيا، على قد مجهودك، على قد شغلك، على قد طاقتك، على قد سنك هقول لك. لكن انا كل مره كنت بمارس الرياضه وارجع ابطل شويه وارجع الكامباك بتاعي بيبقى اقوى من الاول. الرياضه هي الحاجه الوحيده اللي ممكن تخلي البني ادم يعيش كويس. تمام. كابتن كرم، تحب تشكر مين كان معاك الفترة الأخيرة في بطولة العالم للرواد؟ بحب أشكر أخويا عادل الكبير، إن هو كان مدرب معايا في البطولة اللي فاتت دي، وده كان عامل إيجابي بالنسبة لي إن هو يجي معايا البطولة. وعلى فكرة هو كان طالع على حسابه الشخصي. كابتن عادل ده أنا بقول كابتن إن هو مدربي من وأنا عندي 10 سنين، وهو اللي معلمني مصارعة، بغض النظر عن المدربين اللي علمتني، هو اللي محببني في اللعبة. أنا بحب أشكر الكابتن رضا رجب، وبحب أشكر قوي ماكس ماسل، لأن هو عنصر من العناصر اللي خلتني اي كام باك بسرعة. وشكرا لوزارة الشباب والرياضة، وبحب أشكر المصريين كلهم، وبقول لمصر هي فيها عناصر قوية جدا، بس محتاجين نشتغل على نفسنا، وربنا عاطي كل بني آدم أمانة لازم يجتهد ويدور عليها. كابتن كرم، شكرا ليك والتوفيق يا رب في كل رحلة، في كل سنة قادمة بإذن الله تعالى. أنا اللي متشكر ليكم، وبإذن الله يعني حصيد من الميداليات في السنين القادمة ونغير ألوانها إن شاء الله بإذن الله. شكرا.